السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هوريكم تاسع أكبر مسجد في العالم موجود في أندونيسيا من حيث عدد المصلين 200,000 مصلي، وهو مسجد الاستقلال. تعالوا نتفرج. احنا هنا أمام البوابة بتاعة المسجد بتاع الاستقلال. ندخل بقى نشوف المسجد من جوه شكله عامل ازاي. ده باب السلام. ندخل جوه. دي ساحة المسجد من النص يا جماعة. مسجد ما شاء الله كبير جدا. الشاشة دي لما الإمام بيقف هنا. الشاشة دي بقى بتظهر الإمام. الشاشة دي كبيرة جدا، وبصوا حجمها بالنسبة لي لسه بعيدة، كبيرة. أنا مش واصل حتى لنصها، بس هي الناس كلها بتتصور هنا. ده تاسع أكبر مسجد في العالم من حيث عدد المصلين، زي ما قلت لكم 200,000 واحد. ده المكان بقى بتاع الإمام، يطلع يقول الخطبة بتاعت الجمعة من فوق من هنا. وفي شاشة كبيرة على اليمين، وعلى الشمال برضو المكتب وشاشة تانية. ده آخر المسجد بعيد، وأربع أدوار، يعني في دور 2 3 اعتقد 4 ادوار. تعالوا بقى نبص. شوف القبة اللي فوق دي، في نجفة اللي هي زي الكورة دي، ودي بقى القبة اللي فوق. حاجة في منتهى الجمال الصراحة. الناس كتير بعد الصلاة بياخدوا بقى صور، لأن المسجد زي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله جميل جدا. وغير كده ان هو مشهور. دي القبلة ورايا، والشاشة طبعا الشاشة بقى باينة صغيرة من هنا. العمدان دي برضو حلوة. السلام. انا صليت الجمعة وقلت ان انا احاول اني اصور لكم. عايزين بقى نشوف ايه، نبص على الميضة من جوه عاملة ازاي. مسجد جميل. الانوار برضو اللي فيه ما شاء الله. في هنا ناس بيبيعوا اكل، هننزل برضو نبص عليهم. اللي هي الكشاك دي هننزل لهم دلوقتي. هنشوف الميضة بس الاول. حاجة جميلة جدا الصراحة. الحنفية هو في كتير طبعا، هي الميضة كبيرة قوي. انا بقول لكم عشان عدد المصلين، يعني بص المنظر عامل ازاي. عشان عدد المصلين ممكن يوصل حوالي 200,000. فكل دي بقى حمامات والميضة واماكن الوضوء. ده المسجد، وفي وشه بقى فيه زي بصر صغير، سوق او مكان للاكل ملحق بيه. انا سيبكم بقى تستمتعوا بالجو، مش لازم ان انا اقعد اشرح كل حاجه هي الصوره شارحه نفسها.
Oh ini Pak. Satu lagi Pak. Tambah kamu tambah ini kan 25 jadi 30 kan? Ada mana nggak boleh sih? Boleh silakan, yang goreng, yang bakar. Ini sih Oh you. Welcome cheap, we have the fish, we have the chicken, we have duck. kasih. Boleh silakan, ayam goreng, ayam bakar ibu, bapak. Boleh silakan. Satu nasi, satu ayam, satu sayuran. 30.000 aja beli lama sama-sama, boleh. Ini yang pedas sayuran ayam, daging telur mayones, Kak nih Kak. Berapa? Iya. Ini menunya. Apa Pak? Terima kasih Bu. Boleh? Masih? Satu nasi, satu ayam, satu sayuran, 30.000 beli lama sama boleh. Ya, yang betul. Nasi ayam sayuran gorengan 30.000 boleh. Boleh? دي كلها سناكس وكيك يا جماعة Ini gue. ودوناتس. نسيه. المكان لذيذ حلو، عندهم شوية أكلات جميلة. ناس ممكن العيلة كلها بقى تيجي تصلي الجمعة مثلا زي النهاردة، وبعد صلاة الجمعة ممكن هم يقعدوا يتغدوا في نفس المكان جنب المسجد. الأسعار حلوة على فكرة، أسعار رخيصة مش غالية. فالأكل أنا ما جربتوش بس على ما أعتقد إنه هيكون حلو. المكان جميل يعني، فيه حركة، فيه حياة. ده برضو من الأماكن الجميلة اللي انتم ممكن تيجوا تزوروها في أندونيسيا، خصوصا في جاكرتا. قلت أصور لكم الطريق بتاع الخروج. الناس اللي هي مش عارفة، المسجد جنب المحطة بتاعة جواندا، اللي هي المحطة اللي ورايا دي. المفروض انت هتطلع من هنا وتعدي الكوبري اللي فوق ده، توصل الناحية التانية اللي هي المحطة اللي ورايا دي، محطة الأتوبيس. هتلاقي بقى في أتوبيسات توديك لكل مكان. دي تعتبر محطة أساسية. في فيديو تاني عامله لكم عن المواصلات، الناس اللي هي مش عارفة المواصلات في جاكرتا، هعمل لكم فيديو مخصوص عن المواصلات.